شي دقيقة من جديد صباح النور، غنية حلوة برشا بيمضى الهادي الجويني بأول نظرة درباني، واللقاء توصل حتى للتسعة متاع الصباح في يوم سعيد. أهلا وسهلا من جديد بعواطف. أهلا وسهلا بك معز، ونجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، ومرحبا بالناس اللي التحقوا بنا للاستماع الآن. تو حدانا جون محلاه شباب يتقي باش يرجعنا للشباب ويرجعنا للشباب، لأنه هو محلاه الحديث مع شباب، وأنا شخصيا نحب برشا شباب، والناس كل يحبوا الشباب طبعا. الشباب خاصة يكون عنده حلم، يكون عنده إبداع، يكون عنده فكرة وعنده هدف ويحب يوصل للهدف هذا، وذاك علاش سي فادي عبد الكريم نقولوا صباح النور فادي. صباح الخير، صباح الخير بالنسبة الكل، مرحبا بكم، مرحبا مسيو. لوك ارتستيك يعني تاع فنانين، يعني الشكل بتاعك الشعر الدنيا والمرايات الواحد. هو يعني ضيفنا اليوم معز محمد فادي السريري، اللي هو تلميذ بمعهد قرطاج درمش، ولكن اسمه الفني فادي عبد الكريم، هكا اختار باش يكون نسبة لعزيزه، نسبة لعزيزه اللي هو يسمع فينا توا، نوجه له تحية. نحييه، نوجه له تحية، ويعزني برشا وانا نعزه برشا. السرايري اصولكم من مطماطة تمازرة، نورمالمون تمازرة المنطقة الرائعة في ولاية جابس، ورباب السرايري زميلتنا طبعا تحية لها، والكل اهالينا ومستمعينا في جهة تمازرة وجابس وكل جهات في تونس طبعا. يقول القائل معز، علاش محمد فادي عبد الكريم بحذينا؟ الحقيقه فما شكون تحصل على الجائزه الاولى اللي هو تقوليش على فادي عبد الكريم؟ طبعا جائزه اولى لافضل مبروك. فيلم روائي ضباب الروح في إطار تنظيم مهرجان الملتقى الوطني للصورة والسينما بجزيرة قرقنة، اللي انتظم أيام 20 و21 و22 ديسمبر اللي فات. كان تحكينا شوية فادي على الجو اللي صار فيه المهرجان، كيفاش شاركت، كيفاش اكتشفت الموهبة فيه. هذا هو حبينا نعرفه من الأول عواطف، كيفاش القى روحه في العالم هذا، اسكو هو فما في العائلة شكون نقولوا احنا تأثر به، وإلا هو مغروم منذ الطفولة بعالم السينما والصورة؟ اي انا بريسك تولدت في شبه عائله فنيه. الوالده نتاعي كانت اللي هي تو حذاله قاعده توثق، تحيه لها طبعا. واسمها والدتك؟ ساميه لطاش. مرحبا ساميه، صباح النور، مرحبا بك. هي كانت في التلفزة قبل، كانت تعمل باليه وكل. في المنوعات التلفزيونية، خاصة المنوعات السبت والأحد. أيوة. وبا كيف كان مصور فوتوغرافي ومازال معناه، يعني الوسط فني بامتياز. الوسط الفني تولدت فيه كي حليت عيني لقيت الجو هذاك افكتيفمون تغرمت بيه. هو الوالدة لازم نهار ان شاء الله في مناسبات اخرى تحكي لنا على، خاطر ديما الام هي اكثر واحده تفيق بغرام ولدها، يعني اكيد انت صغير فما حاجات كانت تلفت انتباهك في التلفزيون، في هكا صورة معينة، كصور متحركة معينة، شو أكثر حاجة كنت تحبها كي تلقى روحك قدام التلي تتفرج في فيلم ولا تتفرج في كنت ديما نتفرج في الكوميك على الاخر، انا وبابا عزيزي زاد. كنت ديما نتفرج في توم الجيري ومغروم الصور والسيد الصور حلوة برشا كرمك. ايوه. ومغروم زاد بشوف لي حل. احسن دور شكون يعجبك؟ احسن دور بطبيعه اسبوعي، الله يرحمه. الله يرحمه الشعري الله يرحمه. هو هذيك فيها سر غريب، راهو انا ذي صارت تلفزيون تفرجت فيها مرتين والنهار يعني شيء غريب، يعني واحد حفظها ورغم هذيك الناس تتفرج يعني. ونعاودوا نفس الضحكه نضحكوا معناها. سي فور. وراه صعيب واحد باش يضحك على حاجه هكا، حاجه شفتها تقول لك انت ساعات واحد يحكي لك نكته تقول له بيتها ما نسمع حكيتها لي، يعني فما بالك سيكونس تاع مسلسل ولا باهي. هذا الغرام وتقلدهم بالطبيعه في الدار. اي قلدهم ديما. كان عندنا تليفون صغير نوكيا، ديما نصور ديما. ما نركحش هذا مجاني كان صغيرين هكا بالتكتيك. ديما كنت نصور ما نركحش، وديما زاد كنت نخرج نصور مع با عروسات وكل. معناها تعلمت كيفاش نشد الكاميرا. الصوره بالنسبه لك انت عايشه معك، يعني موجوده عايشه. وكي نشوف زاد با يمنتج نقعد بحذايا يبدا يقري فيا، وفرد وقت نبدا نتفرج فيه كيفاش يمنتج، ونبدا نسأل فيه يقول لي لا اتلهي بالقرايه. انا نبدا نسأل. انت فين سنه تقرا فادي؟ نقرا ثالثه اقتصاد تروازيام اني ايكو. وتحس روحك وانه الغرام هذايا ما ضيعكش، بالعكس في النتائج المدرسيه؟ لا
بعد الباك فمانية باش تمشي لقمرت اكيد تصور يعني مع السينما في قمرت بعد يعني. الباك ان شاء الله. وشنو هو الافاق، شنو تطمح بعد نطمح بعد الجائزه هذه؟ الاخراج ان شاء الله. يعني مازلت معناها مانيش مخرج، اما كي ندخل نقرا ان شاء الله بالطبيعه يصير التكوين الاكاديمي مهم برشا. كما قالت عواطف، كيفاش سمعت اللي فما مشاركه في مهرجان في قرقنة، وكيفاش قداش قعدت وقت باش حضرت اللي بوته هو 15 دقيقه 15 دقيقه اي. اسمه الفيلم ضباب الروح. ضباب الروح، فلسفي هذا. صحيح. ايوه قعدت برشا باش نختار العنوان. اطرتني مدام منى جويني، قدم لها تحيه البروف نتاعي نتاع الاسبانيه. هي ديجا منخرطه في المهرجانات هذوما كل عام ديما تعمل هكا. اقترحت علينا في وسط القسم، قالت لنا شكون مغروم وكل اصحابي ديريكت قالوا فادي معناها وكل. يا اخي قالت لي هيش فادي معناها، فسرت لي بالضبط شنو باش نعمل، عطاتني المده نتاع الفيلم قداش. لا فيش تاع الفيلم حلوه برشا ياسر حلوه. بوك عاونك فيها لا فيش. لا والله واحد قال لي والله واحد. لا صدقينك هذه صدقينك. وانا لاحظت كي تفرجت في الفيديو الفرحه نتاع اصحابك على كيف اعلنوا اسمك وحصولك على الجائزه الاولى. فرحه كبيره، امنوا بيا واعطوني ثقه، وانا الحمد لله كنت في المستوى باهي برشا. دور للام في الحكايه هذه كلها كيفاش؟ هل كان فما تشجيع كبير ولا عادي ولا؟ لا تشجيع كبير. قالت لكش باش تضيعك على قرايتك ولا حاجه؟ خاطر فما برشا امهات يخافوا على اولادهم، يقول لك بالك يضيع شويه على لا نعرف معناها طريقي كيفاش باش نمشي له، ومع هذا الكل ما علمتني كيفاش معناها باش نختار وكيفاش نميز الوقت نتاع الافلام ووقت قرايتي معناها. انت مشارك في نادي السينما؟ لا مش مشارك في حتى شيء. وبنوادي السينما مهم برشا للسينيفيل اللي تفكر في السنوات 70 و80 والتسعينات ايضا لليوم. هما كي شفت مهرجان قليبيا للسينما الهواة، مهرجان عنده كبير. عراقه كبيره برشا، وكلهم انطلقوا مثلا مخرجين كبار اليوم خرجوا من المهرجان هذاك من نوادي السينما للسينيفيل في تونس. مهمين برشا يعني. صحيح. ومهم معز وقت اللي نلقاو الشباب هذو شكون يأطرهم ويتبعهم ويدعمهم حتى لين يوصلوا للهدف نتاعهم. اللجنة التحكيم أكيد كانت فيها ناس مختصين يعني اللي حضروا في المهرجان. قداش كانوا المشارك تقريبا بالنسبة للأفلام؟ بالنسبة للأفلام بركة بريسك 22 فيلم 20 فيلم هكا. الكلهم من تونس الجمهورية كلها؟ لا أي من تونس الجمهورية الكل. كل من كل ولاية معناها فيلم. أنت ولاية تونس يعني؟ أنا ولاية تونس واحد. كاو معناها تفرجنا على الأفلام الكل، واللجنة التحكيم كانت. فما نقاش يصير من بعد ولا لا؟ لا نتفرجوا. جست تتفرجوا ولجنة التحكيم هي اللي تعمل بعد؟ قبل ما نتفرجوا نخرج جست نعطي تعريف على الفيلم تاعي وكاو هذاك هو. والفيلم فيه الشخصيات يعني فيه يعني في شخصيات اخترت فيهم أصحابي معناها اللي قراوا معي فرد ليسي. عملت كاستينج يعني؟ بريسك عملت كاستينج. أيوة. ومثلت أنت البطولة؟ مثلت أنا البطولة زاد، وأنا اللي كتبت ومنتجت. ما شاء الله. تتفرج زاد؟ أكيد. هو تتفرجوا استمتعوا وذاك علاش خذا جايزة هو. صحيح. هو الحقيقة معناتها تنظيم مثل هذه المسابقات خاصة في الحياة المدرسية راهو من غادي ينطلقوا، من غادي خرجوا الموسيقيين والمسرحيين والسينمائيين من النوادي الموجودة في المعاهد وفي المؤسسات التربوية. حاجة مهمة برشا راهو، مهمة برشا. باهي فادي، كما قالت عواطف في بداية حديثها معك، اليوم الحلم هذا اللي تحقق انك خذيت جائزة في مسابقة محلية ان صح التعبير او على مستوى وطني، اكيد فتحت لك او قول واحد شاهية اكثر باش تمشي لهالموندو هذايا وتمشي له بخطى باذن الله ثابته ان شاء الله. صحيح. انا الفرصه هذه نستنى فيها حياتي الكل بريسك. الحمد لله معنا جات الفرصه. قصه نجاح يعني في بدايه السلم يعني. لو برشا وان شاء الله باذن الله معناها ربي يسهل لي وناخذ امكانياتي ونولي نصور معناها ديما وديما نشارك في مهرجانات وكل. امك تو كانت تقول لها امي مثلا خذ كريدي من البنكه وشري لي كاميرا ب 50 مليون تشري لك ولا؟ الان ما خلي. شفت شباب كما هكا والله ما واحد يعمل كيف عليه من العمر هذا، وهو يحب يعمل على روحه، ما يحبش حتى الوالدين باش يتعبهم ولا خاصة في الأمور المادية. ونعرف أحسن مخرج أمريكي في عالم هوليوود شكون اللي تعجبك أفلامه أكثر؟ فيلم جوكير.
تقصد يعني المخرج الممثل متاعو. او المخرج من متاعو، فيلم إيه. جوكر. والممثل هو بيدو زاد يعجبني على الآخر. ابداع كبير. على الاخر. يقال انه ما نجمش يخرج من الشخصيه بعد ما ادى الفيلم يعني. صحيح. قعدت على مستوى تونس شكون المخرجين معنا؟ مش مخرجين كبار زاد في تونس السينمائيين. فما هي واخرهم كوثر بهنيه قاعده تمشي في خطوات مهمه برشا. أي. والاوسكار ان شاء الله قريبا ان شاء الله. وغيرها من المناسبات الكبرى وجوائز كبيره برشا. والقريت قبيله في جريده اليوم من 100 شخصيه افريقيه مؤثره يعني. أي. كوثر بهنيه. ان شاء الله نشوفوك متألق وناجح وهكا تاخذ برشا جوائز حتى على المستوى العالمي. علاش لا؟ مشيت كاستنجات في السينما ولا؟ لا انت ما تحبش تمشي ولا امك ما تخليكش ولا؟ ما وتيتش الفرصه. انا قلت معناها من بعد الباك ان شاء الله نبدا ندخل في الدومين. يا اخي كي جات الفرصه هذه قلت علاش لا. يعني هذه اول تجربه لي. اول تجربه اما لا قبل ديما كنت نصور وحدي وكل نعمل افلام وحدي. ملاحظات لاجل التحكيم باش نخدموا معك، ايش قالوا لك؟ شنو اكثر حاجه خلاتهم يركزوا مع الفيلم تاعك دون غيرك ويقولوا اوكي الفيلم هذا هو اللي يستحق الجائزه الاولى؟ خاطرها مستهم. علاش؟ خاطرني اخترت قضيه يعيشوها الشباب توا. اللي هو التيم شنو؟ التيم تاع باش نحرق شويه على الفيلم. لا جست عنوانه. ضباب الروح عنوان. لا ابار يعني شنو فكره العامه الفيلم الاصليه؟ ما حبيتش الشباب يذيع كيفاه يوصل يتاثر بالمشاكل نتاع العائله والمجتمع. والباقي نتفرجوا فيه. الباقي تتفرجوا فيه. ديجا هبطت على اليوتيوب على القناه نتاعي. اوكي. مشي له خطوه مهمه يعني الناس. اسم القناه بتاعك؟ استوديو لاتاش. استوديو لاتاش اللي هو اللقب نتاع الوالد. الروح اللي هو لقب الوالد. اي استوديو لاتاش فيلم ضباب الروح. ينجموا يلقاو الفيلم ويتفرجوا وياخذوا فكره عليه. صحيح. شرفتنا برشا. عايشك. وعندك اخواتك؟ عندي اختي ديجا مثلت في الفيلم. ايوه العائله الكل. والقطوس نتاعي زاد. القطوس عالمي الموت على قطاس. اسمه قطوس لو. وعاقل ولا كيك كبر؟ لا عاقل مخلي. في الوقت اللي مثل ما عملش مشاكل؟ ما تعبنيش جمله مسيكونس الاولى اخترتها هي. اسمع سيدي بارك الله طلع لك هذه. ما رجع نجيبه معك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. فادي عبد الكريم. فادي عبد الكريم يعطيك الصحه وشكرا ليك. وان شاء الله مزيد من التألق والنجاح. وان شاء الله اول فيلم باش تعملوا باش تجيب حدينا ان شاء الله باذن الله. توعدنا ان شاء الله. باهي بس ايش كان تلقى لنا دويره انا وعاود علاش لا؟ عبد هاوكا كريم مدب زاد ممثل مهم راهو ينجم يمثل سورتو الادوار الشريره تواتيها. تحية لكم. شكرا لك محمد فادي سريري. وتحية للوالدة متاعك والعزيزة. تحية طبعا اللي أعطتني الإمكانيات باش نصور الفيلم. هي طفلة تقرا معي اسمها ميسة. تحية لها بارك الله فيها. تحية له بارك الله فيها. وطفلة أخرى زينب كيف أعطتني تريبي. كاميرا برو يعني؟ لا تليفون. تليفون اوكي. تليفون ميسة. زينب اعطتني تريبي وزينب اخرى زاد اعطتني تليفون. والله يعني هاو توا الشيء باش يذكر يعني الناس يسمعوا فينا وخاصه الناس المحترفيه السينما. لو تتاح لكم فرصه انكم تشجعوا دي جون كيف ما هكا ما تقولوش لا عايشكم. راهو كي تعطيه هكا شويه امكانيات شوفوا قداش ينجموا يعملوا حاجات حلوه. صحيح. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. مبروك. علي صوتك